السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جاي لكم مشروع مربح في الشتاء، هايل هايل هايل. انا اتكلمت عنه بصفة يعني كده مؤقتة في اللايف اللي فات يوم السبت اللي فات، لكن النهاردة ان شاء الله هتكلم عنه بالتفصيل وهنبدأ شغله مع بعض. الموضوع ده عبارة عن ايه يا حبايبي؟ الموضوع ده جه لسببين احنا بنتعرض لهم في الشتاء. السبب الاول خاص بصناع الهاند ميد، وهو الم المعصم او الرزغ. الجزء ده كده كلنا بقى عندنا الالم ده من كتر الشغل في الكروشيه وبالابره، خصوصا في فصل الشتاء بسبب البرد. فاحكي لكم حكايه صغيره كده. زمان رحمه الله عليه والدي كان بيعالجنا في القصه دي بان احنا ندهن الجزء ده ونحط عليه، نلف عليه خيط صوف طبيعي. تمام. فكان في خلال يومين ثلاثه كان الالم بيزول نهائي، وكان الايد والرزغ يرجع تاني زي ما هو. مؤخرا لقيت ان في ناس كتير كمان عندهم مشكله في الركب بسبب برضه فصل الشتاء. فالحقيقه جات لي الفكره دي ان انا اوفر لكم الصوف الطبيعي، اللي هو يا جماعه صوف الغنم الطبيعي المصري. ليه؟ عشان نعمل بيه الركب ونعمل بيه معصم للايد يعالجنا في فتره الشتاء. طبعا ده حاجه هايله جدا، دفى وعفى ان شاء الله، وعلاج طبيعي 100%. حضراتكم احنا المطلوب منك انك لما تعملي الركب ده او المعصم تنصحي الناس اللي هتاخدها منك انها تدهن المكان اللي بيألمها بزيت من الزيوت الطبيعيه زي زيت الزيتون او زيت الكافور، او باي مرهم هي بتتعالج بيه العظام. وحضرتك بتدهنه وتروح لابسه مكانه المعصم او الركبه على حسب المكان اللي بيألمها، وحضرتك بيقعد الكلام ده كله تشيل مثلا ساعه الوضوء وبترجع تاني تحطه، وتحاول تدهن مرتين لثلاثه في اليوم. هيفرق معاها جدا جدا جدا، او معاه بشكل رهيب رهيب رهيب. الموضوع ده يا جماعه عن تجربه. الموضوع ده كان والدي رحمه الله عليه بيعالجنا بيه وجدتي، فكان الموضوع ده معروف. وكل الناس لو سالتوا جداتكم اللي عايشين ربنا يديهم الصحه والعافيه هيقولوا لكم الموضوع ده، وهياكدوا لكم المعلومه دي ان الصوف الطبيعي علاج طبيعي لالام العظام. تمام. تمام. طيب هنا كانت مشكلتنا واقعه في ايه؟ ان احنا مفيش صوف طبيعي 100%. الحقيقه انا دورت لكم على الموضوع ده والحمد لله توفقت ان انا لقيت صوف طبيعي 100%. طب انت بتقولي لنا الكلام ده، احنا عايزين نشوف الكلام ده نعرفه ازاي؟ بمنتهى البساطه حبايبي، هنجيب كده الخيط بالشكل ده وهنولعه بالولاعه. بصوا انا ولعت اهو، بصوا بالكامل. خلاص انا ولعتها. اول حاجه تعرفيها من الخامه الطبيعيه انها بصوا لما تتحرق بالكامل، ولما اجي امسكها كده بصوا تتفرفت في ايدي، تطلع براده زي كده. على فكره الكلام ده سواء للصوف الطبيعي او للقطن الطبيعي او للخيش الطبيعي. الحاجات دي يا جماعه اللي مش مخلوطه بيبقى ده منظرها. طيب الحاجات المخلوطه تكلكع وتعمل هنا كوره من البلاستيك. ده صوف طبيعي. طيب الصوف ده ايه يا جماعه؟ ده صوف غنم مصري طبيعي 100%، غير معالج باي حاجه. بس انت لو شميتي الخيط نفسه هتحسي فيه الريحه، انا اسفه في الكلمه بس ريحه الخروف الطبيعيه. ده دليل ان الخيطه دي لم تعالج، ما يخش عليها مواد كيماويه ولا دخل عليها اي حاجه. طب ليه احنا عايزين في العلاج نستخدم الخيطه دي بخلاف الخيوط التانيه؟ لان خيطه الغنم الطبيعيه 100% بيبقى فيها ماده اسمها اللانولين. الماده دي بتبقى ماده خاصه بتتفاعل مع الدهان اللي حضرتك بتدهنيه ومع الجلد ومع العظم، وبتسكن لك الالام بطريقه طبيعيه ممتازه 100%. وجماعه الناس اللي ليها اصل بدوي تعرف الكلام ده مليون في الميه. بيتعاملوا مع الصوف ده كصوف وهو خيط كده، او كصوف فايبر. هبقى اوريكم ان شاء الله في لايف من اللايفات الصوف الفايبر ده كمان شكله ايه. صوف برضو طبيعي 100%، هوريه لكم بالتفصيل. تمام. تمام. طيب طيب ده صوف طبيعي وقاعده تقولي شعري فيه، هل الصوف ده غالي؟ نهائي. عايزه اقول لكم الحمد لله وفرته لكم بسعر رهيب، وهقول السعر اهو على الفيديو. عادي جدا جدا جدا. ال 100 جرام من الخيط ده ب 40 جنيه فقط لا غير. ب 40 جنيه فقط لا غير.
وانا هقول لكم على التفاصيل بتاعه تسعير القطعه بعد ما تخلص، عشان انا عايزاكم تشتغلوا في الموضوع ده، يبقى شغل للناس اللي محتاجه تشتغل كروشيه في الشتاء وتجيب نتيجه حلوه وتجيب فلوس منه كويسه جدا جدا جدا. اظن محدش في كل اللي حوالينا بقى بكل المستويات اللي احنا نعرفها بيخلى من الم العظم في الشتاء، واحنا هو لسه في اول السيزون، احنا في نوفمبر، فلسه في اول السيزون الشتوي. تمام. طيب هو الحقيقه انا كنت موفره الاول الالوان دي كلها، لكن يعني الحمد لله بفضل الله تقريبا كلها خلصت. فاضل معانا اللون البيج، وان شاء الله هجيب لكم الوان تانية اجدد واحلى مع البيج. خلاص فاضل درجه البيج دي. تمام. خلاص احنا عرفنا قصه الخيط، يلا بينا نشوف بقى مع بعض الفكره. تمام حبايبي، كده عرفنا كل تفاصيل الخيط. اللي حابه تتواصل معايا لشراء الخيط الصوف الطبيعي بسعر الزهيد جدا جدا اللي احنا بنتكلم عنه ده، هتتواصل معايا. هحط لكم تحت الفيديو لينك الانستجرام او لينك الماسنجر، تكلمني على الماسنجر باذن الله على رسائل الصفحه. تمام. طيب تعالوا بقى النهارده نشوف احنا هنعمل ايه. احنا عندنا دلوقتي شكلين من الركب زي ما احنا شايفين كده. خليني بس اشيل الخيط عشان نبقى الدنيا معانا واضحه. معانا هنا نوعين او شكلين من الركب المختلفه، ومعانا المعصم. احنا هنعمل الثلاث قطع دول. هنعمل قطعه النهارده، وهعمل لكم فيديو تاني بالركبه الثانيه وفيديو بالمعصم. الركبه دي ده باترون، وهقول لكم تفاصيله. باترون مش بتاعي، باترون ده انا تعبت جدا جدا عقبال ما وصلت له، وهقول لكم وصلت له ازاي وتفاصيله ايه. خلاص ده الركبه دي. تمام. اما الركبه دي بعد ما انا جربت دي، انا حبيت اعمل ركبه كمان مختلفه وتكون سهله واسرع وللناس المبتدئه، عشان المشروع يشتغل معاها من غير اي تعقيدات خالص. الركبه دي من تصميمي انا عايزه اقول لكم سهله سهله سهله، وعايزه اقول لكم قمه الراحه، من المقاسات الصغيره للمقاسات الكبيره. خلاص المعصم سهل جدا، وده مش محتاج اي تفاصيل، بس هنعمل له برده فيديو صغير كده. طيب بالنسبه للركب احنا هنبتدي بايه؟ انا هبتدي معاكم بالركبه دي النهارده، وهنحكي فيها ونكملها لغايه الاخر. كل ركبه يا بنات ركزوا معايا، هقول لكم تفاصيلها شغلها خطوه بخطوه، وكمان تسعير البيع بتاعها. وحضرتك لو في اي دوله عربيه حضرتك هتعكسي بس للعمله بتاعتك، مش اكتر من كده. خلاص. وهقول لكم وقت شغلها وكل تفاصيلها. تمام. طيب النهارده هبتدي معاكم بالباترون ده، عشان ده اللي انا وريته لكم في اللايف بتاع يوم السبت. الباترون ده لسه خالص معايا امبارح، ان شاء الله بامر الله هعمله لكم في الفيديو الجاي، لانه بصراحه خساره. انا مش عايزه حد فيكم اللي هياخد الخيط يا جماعه، والناس اللي وصلها الخيط، انا مش عايزه حد فيكم يبتدي يقرر هيشتغل ده ولا ده، وخصوصا الناس اللي هتبيع، الا لما تشوف الفيديوهين وتجربي الركبتين وتجربيها على نفسك وبمقاسك، وتشوفي المريح اكتر، وهو ده اللي تعرضيه للبيع. معايا يا حبايبي؟ يلا بينا. اول حاجه هشيل المعصم وهشيل الركبه دي، ويلا بينا نتوكل على الله في الركبه دي ونشوف تفاصيلها ايه. بصوا يا جماعه، الركبه دي عباره عن ايه؟ ده الجزء العلوي اللي هو عند ناحيه الفخذ، وده الجزء اللي ناحيه الساق من تحت، وده الجزء بتاع الكيرف بتاع الركبه، عشان لما تتني الركبه يبقى فيها راحه، ما تبقاش مشدوده العظمه او الصابونه بتاعه الركبه ما تبقاش مشدوده عليكي قوي. تمام. وده الرباط اللي بنعمله، وهقول لكم كمان بديله ايه. الرباط ده بنعمله عشان تفضل الركبه في مكانها، لان عضله الفخذ فوق مع الحركه بتتحرك هي والصابونه بتاعه الركبه، فبيحصل ايه؟ بتخلي مهما كان المقاس جامد بتخلي الركبه تنزل لتحت، فده محتاجينه حاجه ضروريه، هو او البديل بتاعه اللي هنتكلم عنه في اخر الفيديو. تمام. الركبه دي بنبتديها منين؟ الركبه دي في الحقيقه بنبتديها من ورا، من النص اللي ورا ده، يعني من نص الركبه من تحت اهو، الجزء اللي ورا ده كده. تمام. احنا هنبتدي دلوقتي خطوه بخطوه. عايزه ورقه وقلم وحضرتك تكتبي، سواء الركبه دي او الركبه الجايه، ضروري يا بنات، عشان مش عايزاكم تتلخبطوا، عشان هقول لكم الفرق بين المقاسات وتكبري وتصغري ازاي. الركبه دي مقاسها ايه يا بنات؟ الركبه دي مقاسها لارج واكس لارج. تمام. هل ينفع اعمل منها اكبر؟ ينفع، وهقول لك كل التفاصيل. ينفع صغر؟ خلاص.
هتركزوا معايا وهنتكلم في كل التفاصيل اللي انتوا عايزينها واحنا بنشتغل. طيب مبدئيا اول حاجه انا محتاجه شويه حاجات معايا. اول حاجه محتاجه ابره تيوليب مقاس 3.5. هقرب لكم بقى شويه كده واحنا بنشتغل. خلاص عايزين ابره ايه؟ 3.5 تيوليب. انا بشتغل بتيوليب، وحضرتك عايزه القصافه او مقص اي حاجه اقص بيها، وعايزه المازوره، وعايزه معايا الماركر. اي ماركر عندك. انا هستخدم 3 في الركبه دي، هستخدم 3. وهيبقى معانا الميزان، والسبب عشان اوريكم بالظبط التكلفه بتاعتها واوريكم ازاي تسعروها في اخر الفيديو. يلا بينا حبايبي نتوكل على الله. اول حاجه يا جماعه بجيب الخيط بتاعي. انا دي كنت عاملاها بالبيج الفاتح، هو للاسف خلص، فهكملها بنفس البيج الفاتح الحبه اللي فاضلين معايا، ولكن المتوفر دلوقتي البيج الغامق زي ما قلت لكم حبايبي. تمام تمام. يلا بينا. اول حاجه لكل المقاسات قاعده ثابته، اكتبي ورايا. هتعملي في البدايه 42 سلسله. يلا نتوكل على الله. غرزه البدايه، وايدي تبقى مستريحه ما شدش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هفضل اشتغل لغايه ما اوصل ل 42 سلسله. هخلصها وارجع لكم تاني. حبايبي انا رجعت لكم تاني بعد ما خلصت 42 سلسله زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده اهو. خلاص تمام. من تاني سلسله هبتدي اسيب السلسله الاخيره وابتدي اخش في السلسله اللي بعدها، اعمل غرزه حشو اهو. غرزه حشو عاديه خالص. هعمل كل الصف بتاعي ده اللي هم يعتبروا 41 سلسله اللي فاضلين، لان انا سبت السلسله الاولانيه. هبدا اشتغل كلهم غرزه حشو عاديه. تاني مره ايدي تبقى سايبه يا بنات، ما تبقاش ايدي مشدوده خالص خالص خالص. بصوا حبايبي، اللي خدت خيط من ده ملون هتلاقي ان الملون اسمك سنه من الخيط البيج. نفس الابره هنستخدم نفس الابره، ابره 3.5. تمام. هنا الخيط ده خيط طبيعي 100%، فبالتالي تصنيعه يا بنات مش زي تصنيعه مش دخلش فيه مراحل كتير ولا حاجه. الخيط ده يا بنات خيط طبيعي، فبالتالي حضراتكم ممكن تلاقوا حته رفيعه وحته سميكه سنه ولا اي حاجه. كملي شغلك عادي جدا جدا، لان الخيط ده ما مرش على عمليات تشغيل. الخيط ده خيط من الخيوط الخام، تمام، عشان يديني المفعول المطلوب للي انا بعمله. تاني يا جماعه بالمناسبه الخيط ده مش لللبس بالمره، بفكركم تاني. ما ينفعش يتعمل بيه ايس كاب، ما ينفعش يتعمل بيه كوفيه. هو مش ما ينفعش لانه ما ينفعش، هو ينفع يتعمل بيه اي حاجه. الفكره كلها عشان ما يبقاش خشن. الخامه دي الصوف طبيعي بيبقى فيه وبره خشنه شويه عشان خامه طبيعيه. ما ينفعش يا بنات ابقى احطه على جسمي بشكل مباشر في الكوفيه او الايس كاب، هيشكك شويه. غير الركبه انا حطاه عشان يعالجني سواء في الركبه او في الرسغ. تمام. وهو عموما بعد الغسيل ما بيبانش فيه خالص موضوع الخشونه ده، بينعم جدا جدا مع الغسيل. وهقول لكم كل ده ان شاء الله في اخر الفيديو. تمام. ركزوا بس معايا. خلاص انا هكمل لغايه الاخر لغايه ما اوصل ل 41 غرزه وارجع لكم تاني. انا رجعت لكم حبايبي. انا في اخر غرزه اهو في السطر. انا كده كملت 41 غرزه حشو على 41 سلسله. هعمل غرزه ارتفاع وهقلب الشغل. هبدا اشتغل غرز حشو على الباك لوب. ادي الباك لوب يا جماعه. الناس اللي ما تعرفش الباك لوب، الغرزه بتاعتنا بيبقى لها ضلعين بالشكل ده. الناس المبتدئين، عشان المشروع ده يهمني جدا جدا ان انتوا تشتغلوا فيه وتكسبوا منه. دول عباره عن جنبين الغرزه او طرفين الغرزه او الفي بتاعت الغرزه. دي اسمها الغرزه الخلفيه، ودي اسمها الغرزه الاماميه. ركزوا معايا عشان هو معتمد على الغرزتين دول. دي الخلفيه واللي قدامنا دي اسمها الاماميه. هبدا اشتغل غرز حشو على الباك لوب اهو بمنتهى البساطه اهو. خلي بالكم هتلاقوا شعيرات كتير جدا طالعه من الخيط، وده دليل انه طبيعي 100% يا بنات. ادي كمان هنكمل اهو.
هبدأ اشتغل بالشكل ده بمنتهى البساطة. زي شايفين الشكل عامل ازاي اهو. كمان مرة لغاية ما اخلص السطر للاخر. هخلصه وارجع لكم تاني. حبايبي انا رجعت لكم تاني. دي اخر غرزة في السطر اهي، هعملها غرزة حشو. يبقى انا كده عملت الاساس بتاعي 41 سلسلة وغرزة ارتفاع، يبقى 42 سلسلة. اشتغلنا على 41 منهم غرزة حشو، والسطر التاني عملنا غرزة حشو على الباك لوب. ايه الكلام ده بقى؟ هعمل ايه؟ هكرر دول كمان 8 سطور. 8 سطور يعني انا عايزة اجمالي 10 سطور معايا من غرزة حشو على الباك لوب عادي جدا. هعمل غرزة ارتفاع وابتدي اعمل غرزة حشو على الباك لوب، وهكمل لغاية ما اوصل ان انا عملت 10 سطور. خلي بالنا ال10 سطور اللي انا بتكلم عليهم دول للمقاس ده اللي انا كلمتكم عنه. للمقاس ده يا بنات اللي هو المقاس ايه بتاع اللارج والاكس لارج، عشان كل مقاس له ارتفاعات. الاساس بتاعنا واحد لكل المقاسات اللي هم 42 سلسلة، لكن بالنسبة لي في الاحجام بتاعت الرجل لا، هنغير المقاسات دي. تمام؟ هقول لكم ازاي دلوقتي. خلاص، فانا هكمل معاكم بالشكل ده لغايه ما اوصل ايه يا بنات؟ لغايه ما اوصل ان انا اعمل في دول 10 سطور مختلفه. 10 سطور ورا بعض، نفس الغرز نفس الستايل كل حاجه بالظبط. هكرر 10 سطور وهرجع لكم تاني. حبايبي انا رجعت لكم تاني بعد ما خلصت ال10 سطور اللي احنا اتكلمنا عليهم. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بالشكل ده. خلاص تمام. تمام. عملت كام سطر؟ 10. تعالوا بقى السطر ال11 هعمل فيه ايه؟ هاخد غرزة ارتفاع بتاعتي العادية، هبدأ اعمل 20 غرزة حشو على الباك لوب. ادي 1 2 3 4 5. هكرر تاني ايدي تكون مرتاحة. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. في الغرزة ال21 ركزوا معايا هعمل تزويد ثلاثي. يعني ايه تزويد ثلاثي؟ يعني هشتغل في نفس الغرزة 3 مرات. هشتغل على الفرونت ولا على الباك، يعني على الغرزة الأمامية ولا الخلفية ولا على الغرزة كلها. التزويد طول الشغل على الغرزة كاملة. هاخد الاتنين لوب زي ما احنا شايفين كده، وهشتغل ادي 1 في نفس الغرزة، 2 في نفس الغرزة، 3 زي ما احنا شايفين كده. عملت تزويد ثلاثي في الغرزة رقم 21. ال20 الباقيين يا بنات هشتغل فيهم حشو على الباك لوب عادي خالص. لكن لازم نعمل ايه بقى؟ من هنا احط ماركر. هحط ماركر في 3 اماكن. المكان الاول وهو اخر غرزة اللي هي الغرزة من الجزء الاولاني، الغرزة ال20. وبعدين هحط ماركر تاني نخليه مثلا اصفر. انا مش عملت 3 تزويدات دلوقتي او 3 غرز، هعملهم في الغرزة اللي في النص، والماركر ده مش هشيله خالص. تمام؟ طيب والغرزة اللي بعد كده او الماركر اللي بعد كده هحطه في بداية ال20 الاخر اهو. خليهم برضو الماركر يبقى لونه اورنج عشان نبقى ماشيين بالالوان زي بعض اهو. يبقى انا عندي 3 ماركر عند اول ال20 غرزة واخر ال20 غرزة وعند غرزة التزويد اللي في النص. هكمل 2 3 4 5 6 7
8 وهفضل اكمل لغايه ما اخلص السطر الاخره. هيبقى هنا عندي 20 غرزه حشو على الباك لوب. هخلص وارجع لكم. انا كده حبايبي خلصت ال20 غرزه حشو اللي في الناحيه التانيه. هعمل غرزه ارتفاع وهدور الشغل. ال20 الاولانيين وال20 الاخرانيين هشتغل عليهم عادي كلهم حشو على الباك لوب، بس بشرط حاجتين: اعدهم واتاكد من عددهم مظبوط ما ينقص مني ولا غرزه، وتاني حاجه الماركر اول ما اشيله واشتغل الغرزه ارجع احطه تاني. وهنشوف في الجزء اللي في النص هنعمل ايه. هنا هشتغل 20 غرزه حشو على الباك لوب. ما انساش اعد، ايدي تكون مستريحه واحط الماركر تاني. هخلص واوصل لغايه هنا وارجع لكم تاني عشان وقت الفيديو. هنا حبايبي انا رجعت لكم تاني بعد ما خلصت الجزء الاولاني اهو. اخر غرزه بالراحه كده شلت الماركر واشتغلتها، يبقى دي الغرزه رقم 20. خلاص خلصتها، ارجع الماركر تاني. بصوا بقى انا هنا عندي كام غرزه اهو، خلينا واضحين. ادي غرزه 2 3. الغرزه الاولى من الثلاثه هشتغلها على الفرونت لوب، حشو على الفرونت لوب. هاخد بس اللوب اللي قدامي واشتغل عليه غرزه حشو. طيب واللي في النص؟ في النص هشتغل عليها تزويد ثلاثي تاني. تاني على ايه؟ على كامل الغرزه. تاني هشيل الماركر، هشتغل في نفس الغرزه دي بالطرفين بتوعها الامامي والخلفي. هشتغل عليهم 3 غرز: 1 2 3، وارجع احط الماركر فين؟ في اللي في النص. 1 2 3 يبقى احطها في اللي في النص اهو. طيب في واحده قبل ما ابتدي ال20 اللي التانيين اللي هي رقم 3 من السطر اللي قبله، هشتغلها ايه؟ على الفرونت لوب اهي. يبقى انا التزويد بشتغله على غرزه كامله، اللي حوالين التزويد بشتغله على الفرونت لوب، الجنبين الثابتين دول بشتغلهم على الباك لوب. تاني ادي هشيل الماركر بتاعي، هبتدي اشتغل على الباك لوب زي ما احنا شايفين اهو، واروح راجعه. خلي بالي عشان ما تفوتش مني الغرزه اهو، وارجع تاني احط الماركر بتاعي عشان اميز الجنبين اللي هما ما بيتغيروش معايا ابدا طول الشغل. 2 3 وهكذا لغايه ما اكمل لغايه اخر السطر 20 غرزه حشو على الباك لوب. يا رب ما تكونوش متلخبطين. هي حته التزايد دي هتفهموها اول مره هتمشي معاكم زي الفل. يبقى انا الجناب ثابته، حشو على الباك لوب 20 من قدام و20 من ورا. اللي في النص بزود دايما الغرزه اللي في النص بزودها تزويد ثلاثي على كامل الغرزه على الطرفين بتوع الغرزه. طب ليه مش عاملاه على الفرونت او على الباك؟ عشان خاطر الباك والفرونت بيكون غرزه اضعف من الغرز التانيه اللي هي بتبقى على كامل الغرزه. عشان يا جماعه انا بقول الكلام ده عشان في ناس مبتدئه ما تعرفش ليه احنا بنشتغل امامي او خلفي. خلصت السطر هرجع اعمل غرزه ارتفاع وارجع مره تانيه. هكررها لكم تاني وهتشوفوها كويس قوي. ادي ارجع حشو على الباك لوب كام؟ حفظنا خلاص 20. واعد كل مره، اوعي تنسي تعدي. ليه؟ عشان ممكن تسهى عليكي غرزه ما تشوفيهاش، فبالتالي هيتغير المقاس خالص معانا وهتحسي ان في حاجه لخبطه. طول ما انا بعد هيبقى صعب جدا ان انا اغلط في الباترون بتاعي. طيب احنا قلنا يا جماعه ان الباترون ده باترون قديم جدا جدا من كتاب اثري، فعلا اثري، من سنه 1908. تخيلوا بالرقم قديم جدا جدا. عايزه اقول لكم ان الكتاب ده كان فيه كنوز قديمه وعتيقه، حاجات كده زي اللي كنا بنشوفها في التلفزيون في الافلام الاجنبيه القديمه. هو كتاب تقريبا انجليزي. خلاص انا خلصت. بصوا انا عملت معاكم السطر ده كله اهو خلاص عشان اوريكم. اشيل كمان بتاعي الماركر، اشتغل في الغرزه ال20، ارجع على طول احط الماركر. اوعي تنسي انا بقى عندي كام. ركزوا بقى معايا يا بنات، انا بقى عندي هنا كام؟ بقى عندي 5 غرز.
بقى عندي كام؟ 5. 1 2 3 4 5. هشتغل على الاتنين الاولانيين على الفرونت لوب. ادي 1 وادي 2. الغرزه اللي في النص، الغرزه اللي في النص اتفقنا انها قاعده، بشيل الماركر اللي منها واشتغل عليها تزويد 3 مرات. يعني ادي 1 على كامل الغرزه يا بنات على الطرفين. 1 2 3. واحط الماركر في النص في ال3 اللي انا زودتهم، بحط في تاني واحده وارجع. عندي 2 كمان اهم هشتغلهم على الفرونت لوب. ادي واحده وادي التانيه. ظهر قدامي الماركر، يبقى انا فين؟ انا في الجنب التاني. اشيل الماركر اشتغل ايه؟ على الباك لوب فقط، واروح ارجع تاني بسرعه احط الماركر بتاعي عشان ما اتلخبطش، وهكمل بقيه الدور على الباك لوب. بصوا يا بنات، دلوقتي الموضوع اظن ابتدى يوضح شويه. تمام. انا هشرحه لكم بشكل مبسط خالص خالص عشان تفهموه وتعرفوه. بصوا كده يا بنات، التزويد الثلاثي اللي انا عملته، انا عامله هنا دول كده 20 ودول 20 اهو. خلاص عشان تفهموا، دول 20 ودول 20، ودي الغرزه اللي في النص هنا، دول 20 ودول 20. اول مره بزود فيها 3 مرات كده. خلاص. السطر اللي بعده بشتغل الغرزه دي عليها غرزه، خلاص، والغرزه دي عليها غرزه، ودي بزودها 3، وهكذا مره كمان. السطر اللي بعده بشتغل على الغرزه دي على الفرونت، ودي على الفرونت، و3 على كامل الغرزه هنا، ودي على الفرونت ودي على الفرونت. يبقى كل مره كل سطر بزود 2، واحده يمين واحده شمال، واحده يمين واحده شمال. تاني السطر اللي بعده دي على الفرونت ودي على الفرونت ودي على الفرونت لوب، كلهم حشو. اللي في النص بشتغل تزويد ثلاثي على كامل الغرزه، وبعد كده بشتغل ال3 التانيين زي اليمين زي الشمال. كمان مره هفضل اشتغل على الفرونت على الفرونت على الفرونت على الفرونت، ودي هشتغل فيها 3، وادي دول على الفرونت. يبقى كل مره هنا كانوا 3، بقى ال3 بقوا 5، 5 بقوا 7، 7 بقوا 9، 9 بقوا 11. هفضل اشتغل بنفس التقنيه بنفس الطريقه لغايه ما اوصل لقد ايه يا بنات؟ لغايه ما اوصل هنا 10 وهنا 10، وفي واحده عندي في النص بقوا 21. يبقى الاجمالي بتاع المنطقه اللي في النص دول ثابتين، ماليش دعوه بيهم، بشتغلهم على الباك لوب، حشو على الباك لوب. فاضل عندي هنا الجزئيه دي هتبقى 21 غرزه. خلاص فهمنا؟ تعالوا نكمل مع بعض. انا بس وريتها لكم على الورق عشان ما تتلخبطوش. يلا بينا. هكمل هنا انا في الجزئيه دي ايه؟ حشو على الباك لوب، هكملها حشو على الباك لوب. هخلصها وارجع لكم تاني. انا خلصتهم حبايبي اهو ال20. هعمل غرزه ارتفاع وهرجع مره تانيه اشتغل تاني 20. هخلص ال20 دول. انا بقى مش هوقف عند دول الكاميرا، خلاص هشتغل 20 قدام و20 ورا. انا هتكلم معاكم دايما في منطقه التزويد. هخلص ال20 دول وارجع لكم مره تانيه نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض في الجزء بتاع التزويد. هخلصهم وارجع لكم حبايبي. هنا انا رجعت لكم تاني. تعالوا كده اقرب لكم. هتلاقوا انا خلصت ال20 الاولانيين في السطر ده. هتلاقوا معاكم 7 غرز، 3 يمين الماركر و3 شمال الماركر، واللي في النص اللي فيها الماركر زي ما اتفقنا على الورقه وعلى الشرح. هعمل ايه؟ ال3 اللي على اليمين هشتغل عليهم ايه؟ 3 حشو على الفرونت زي ما احنا شايفين كده. طيب واللي في النص هعمل تزويد ثلاثي على كامل الغرزه. اشيل الماركر واشتغل 3 غرز فيها. ادي 1 ادي 2 ادي 3، وبعدين ارجع ماركر فين؟ في الثانيه اهي، في تاني واحده،
وارجع التلاتة دول هشتغلهم زي اللي قبلهم على الفرونت. 1 2 3 بالشكل ده. هخلص ال20 التانيين اللي هم الحشو على الباك لوب وارجع لكم تاني. السطر الجديد يا بنات التزويد اللي في المنطقة اللي في النص هيبقى هنا 4 غرز على الفرونت. ادي 1 ادي 2 3 ادي 4. اشيل الماركر، اعمل تزويد 3 مرات. 1 على كامل الغرزة، 2 3. احط الماركر فين؟ في تاني واحدة، والباقي هشتغله على الفرونت لوب. ادي 1 2 3 4. قابلني الماركر اوتوماتيك. هعمل ايه؟ هشيل الماركر، هعمل غرزة على الباك لوب، احط الماركر مرة تانية، وهكمل بقية الغرز على الباك لوب. كده حبايبي همشي بنفس الطريقة دي، بنفس طريقة التزايد. كل مرة هزود في اللي في النص 3 غرز، واللي حواليها هشتغلهم على الفرونت لوب. اليمين زي الشمال، والجناب دول خلاص ثابتين، قلنا ملناش دعوه بيهم خالص، بقوا 20 على الباك لوب. خلاص تمام. هفضل اشتغل وازود لغايه ما اوصل لايه؟ اوصل ان عدد الغرز معايا هنا 21 غرزه. 21 غرزه يا جماعه معناها ان انا اشتغلت هنا 10 سطور تزويد، معناها ان انا اشتغلت 10 سطور تزويد. يبقى من اول مره زودت فيها هشتغل 10 سطور بالنسبه لي. هوصل لفين؟ هوصل يبقى اللي في النص 21، وعلى اليمين 20، وعلى الشمال 20. هفضل اشتغل التزويد ده عشان وقت اللي عايزه اتقل عليكم، فخلينا نشتغل التزويد واقابلكم بعد ما نخلص التزويد ونوصل اللي في النص يبقوا 21. هخلص وهرجع لكم تاني. حبايبي انا رجعت لكم تاني بعد ما خلصت السطور بتاعت التزويد. وصلت هنا بقى عندي 21 غرزة. تمام. الماركرات بتاعتي في مكانها. اشتغلت هنا في السطر الجديد، اشتغلت 20 غرزة حشو. دي اخر واحدة فيهم اهي، هنعملها مع بعض حشو على الباك لوب. احط معايا الماركر في مكانه. خلاص. طيب ال 21 غرزة دول أنا هعمل فيهم إيه؟ هشتغل عليهم على الفرونت لوب كلهم من غير تزويد، من غير تزويد. يلا بينا. أهو 1 2 3 4 5 6 7 8 ادي 9 وادي 10. الغرزه اللي فيها الماركر هي ال11. هشيل الماركر، هشتغل وهرجع تاني ارجعها في مكانها. ادي ال11، هرجع تاني احط الماركر. طول ما انا شغاله يا جماعه احط الماركرات تاني. هكمل. ادي 11 12 على الفرونت لوب، 13 14 15 16 17 18 19 20 21. يبقى انا اشتغلت 20 غرزة هنا على الباك، 21 على الفرونت. هشتغل الباقي برضو على الباك لوب، لان احنا اتفقنا يميني وشمالي ثابتين طول الشغل. وارجع الماركر تاني، هشتغل لغاية اخر السطر. بصوا حبايبي، السطر ده بنسميه سطر ايه؟ سطر الثبات. السطر اللي احنا شايفينه ده اسمه سطر ثبات. يعني ايه؟ يعني انا ما غيرتش فيه عدد الغرز. هنا 20، هنا 21، وهنا 20. بس دول اشتغلتهم على الباك لوب، في النص اشتغلت على الفرونت لوب. هعمل كام سطر بالشكل ده؟ الجنبين على الباك لوب
واللي في النص على الفرونت لوب، وما انساش دايما ارحل معايا الغرزه دي او الماركر ده يفضل معايا، واللي في الجناب يفضلوا معايا. هخلص زي ما بقول لكم من غير اي تغيير في العدد، هخلصهم وارجع لكم تاني. حبايبي انا رجعت لكم تاني بعد ما خلصت سطور الثبات اللي هم 8 سطور من الثبات. شوف هنعمل ايه دلوقتي. انا في الدور الجديد اشتغلت 20 غرزة حشو، واجي اهي كده 19 20 اهي الغرزة ال20 اللي عند الماركر. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. الاول ارجع الماركر مكانه، مهم جدا رجعي الماركر مكانه. هشتغل في الباك لوب ولا الفرونت لوب؟ في الفرونت لوب. 1 انا في الحته اللي في النص، 2 3 4 5 6 7 8 9. وقف عند ال9. هشيل الماركر، هنزل في الفرونت لوب بتاع اول غرزه اللي هي الغرزه ال10، وهاخد لفه واطلع. وفي ال11 اللي كان فيها الماركر هاخد لفه واطلع. وفي ال12 اللي بعد الماركر هاخد لفه واطلع. بقى معايا كام على الابره؟ 4. هاخد لفه واطلع منهم كلهم، واروح راجعه حاطه تاني الماركر. انا عملت ايه يا جماعه؟ انا عملت تنقيص ثلاثي، هنشوفه مره كمان في السطر الجاي. وارجع 9 على الفرونت لوب، 9 غرز على الفرونت لوب. انا بعمل ايه؟ بعمل تنقيص زي ما عملت التزويد في الناحيه الثانيه، بعمل دلوقتي تنقيص عشان ارجع تاني للعدد الاساسي بتاعي اللي هو 41 غرزه حشو. اهو انا كده عملت ال9 غرز بتوعي على الفرونت لوب. هعمل ايه؟ هرجع تاني على الباك لوب اعمل ال20 اللي في الحرف. هخلص ال20 دول وال20 بدايه السطر الجديد اللي ما فيهمش اي حاجه، وهرجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل ايه التنقيص مره تانيه هنا في الحته دي، في الجزء ده اللي هو في النص، اللي هو عند البومبي بتاع الركبه. الجزء ده خلاص هخلص السطر ده واعمل ال20 التانيين الثبات او اللي هم في الجنب، وارجع لكم مره تانيه. حبايبي انا رجعت لكم تاني. هنشتغل في السطر التاني من التنقيص. عملت الجنب بتاعي 20 غرزة حشو. هبدأ تاني في الجزء اللي في النص. هشتغل المرة اللي فاتت اشتغلت 9 بس وعملت تنقيص ثلاثي في النص. المرة دي هشتغل 8. 1 على الفرونت لوب انا بشتغل، 2 3 4 5 6 7 8. وهقف هلاقي في غرزة وبعدين الماركر وبعدين بقية الغرز. هشيل الماركر، هاخد تنقيص ثلاثي على الفرونت لوب. اول غرزة واخد لفة واطلع، اللي كان فيها الماركر اخد غرزة وارجع، اللي بعد الماركر اخد غرزة وارجع. بقى معايا 4. هاخد لفة واطلع منهم كلهم واحط الماركر. اوعي تنسي لان ده بيحدد لي المكان اللي انا هنقص فيه. الناحية التانية او الضلع التاني هعمل فيه 8 على الفرونت زي ما عملت يميني اعمل شمالي بالظبط من غير اي اختلاف. اهو بصوا يا جماعة، ممكن تحسوا الاول صعوبة لكن لما تحفظوها هتبقى الموضوع معاكم سهل جدا. كده خلصت ال8. هشيل الماركر بتاعي، هشتغل على الباك لوب اللي هم ال20 الثابتين بتوعي اللي انا ما بغيرهمش في البدايه وفي النهايه. ارجع احط الماركر وهكمل على الباك لوب. بصوا يا جماعه، بصوا هتلاحظوا دلوقتي، استنوا بعد لكم شويه كده. بصوا هتلاحظوا هنا ان البومبي ابتدى يظهر جامد. بصوا في هنا في قبه جامده اهي. انا بالنسبه لي هفضل انقص بنفس الطريقه. بنقص ايه؟ ال3 اللي في النص. كل مره بنقص ال3 اللي في النص زي ما زودت ال3 اللي في النص. الواحده اللي في النص بخليها 3 في التزويد، انا بلمهم وانا راجعه في الناحيه الثانيه. هفضل انقص بنفس الطريقه. الجنبين هشتغلهم ايه؟ باك لوب.
ال20 وال20 اللي في النص على الفرونت، حتى التنقيص على الفرونت. تمام. انا بصوا يا جماعه، انا بعدت كتير جدا جدا ليه؟ عشان انا مش عايزه حد يتلخبط، وعشان لو حد مبتدئ يعرف احنا بنعمل ايه، عشان المشروع ده سهل، وان شاء الله ربنا يجعل لكم فيه رزق وفير. هكمل معاكم كل السطور اللي هم بتوع التنقيص لغايه ما اوصل ايه، ان كل الجزئيه دي تبقى واحد، تبقى غرزه واحده زي اول ما اشتغلت. هنا 20 وهنا 20 وفي النص غرزه واحده. هفضل انقص معاكم بنفس الطريقه دي لغايه ما اوصل ان الاجمالي بتاعي يبقى 41 غرزه، 20 20 وواحده في النص. هخلص وارجع لكم تاني. انتوا شفتوا مرتين اهو عملت لكم طريقه التنقيص ازاي، سهله جدا. واحده قبل الماركر وبتاعه الماركر، وواحده بعد الماركر. خلاص هخلص وهرجع لكم تاني عشان نشوف هنكمل ازاي. حبايبي انا رجعت لكم تاني بعد ما خلصنا كل ادوار التنقيص زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. هقرب لكم اكتر اهو. انا كده هنا دول ال10 سطور الاولانيين، وبعدين ادوار تزويد، وبعدين 8 ادوار ثبات، وبعدين تنقيص. انا خلصت هنا التنقيص كله، ودلوقتي وصل العدد معايا ل41 غرزه مره تانيه. وهنا الثلاث ماركرات دول جنب بعض، هنا 20 والغرزه اللي فيها الماركر الاصفر، وبعد كده 20 تاني، يبقى 41 غرزه. تمام. ادوار التنقيص خلصتها ووصلت تاني زي ما انا ابتديت. هعمل ايه دلوقتي؟ بمنتهى البساطه هرجع تاني اشتغل كل الغرز على الباك لوب زي ما ابتديت. الجزء ده هنا ال10 سطور الاولانيين هرجع اعمل 10 سطور تانيين ثبات من غير اي حاجه خالص زي ما احنا شايفين كده. هشتغل 20 غرزه، وبعدين الغرزه رقم 21 اللي هي فيها الماركر الاصفر، وبعد كده هرجع اشتغل 20 غرزه تانيين. كل ده على ايه؟ كل ده على الباك لوب. خلاص انا رجعت تاني على الباك لوب كل الغرز لغايه ما اخلص اعمل فيهم 10 سطور. دول اللي بنهي بيهم الجزء التاني من شغل الركبه. هنشوف كده زي ما احنا شايفين، وهشيل بقى الماركرات، مش هتلزمني في اي حاجه شغل الماركرات ده. انا مش هيهمني. خلاص 41 غرزه هفضل اخدهم رايح جاي اخلص بيهم 10 سطور. تمام. انا هشيل بقى كده الماركرات من قدامي. ده اللي كده اهو. كده انا عملت 18 19 20 كلهم على ايه يا بنات؟ كلهم على الباك لوب. وارجع اشيل الماركر الاصفر، خلاص مش عايزاه. ادي الغرزه ال21، واشيل كمان الماركر ده. هلاقي هنا عندي 20 غرزه هخلصهم بالشكل ده كلهم على الباك لوب. هشتغل كمان 9 سطور يا بنات، وهرجع لكم تاني عشان نشوف هنقفل الركبه ازاي، ونشوف هنعمل ايه بعد كده زي ما احنا شايفين كده اهو. بصوا هرجع التاني شغل مستقيم ما فيهوش اي حاجه، لا تزويد ولا تنقيص، كله على الباك لوب. هخلص وهرجع لكم تاني. حبايبي انا رجعت لكم تاني بعد ما خلصت الادوار اللي في الجزء الاخير اللي هم 10 ادوار على الباك لوب. تمام. طيب بعمل ايه؟ ده بيبقى شكل الركبه كده لما اتنيها بتبقى شكلها كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ زي التانيه بالظبط اهي. تمام. طيب هعمل ايه؟ هبتدي اقفلها. هقفلها بايه؟ هقفلها بغرزه المنزلقه. هعمل ايه؟ هقرب لكم شويه صغيرين كده عشان تشوفوني وانا بقفلها. بصوا حبايبي انا معايا اهي الغرزه، مفيش بقى ارتفاعات ولا اي حاجه. بخش في اول غرزه معايا في السطر بتاعي ده، واخد الطرفين بتوع السطر اللي قصاده. عايزه الاتنين لوب، مش عايزه لوب واحد. هنا 2 لوب وهنا 2 لوب، واطلع من الغرزه الاولى كمان مره. هخش هنا في الاتنين لوب، واخش في اللي قصادها، اخد غرزه واطلع من كله كمان مره. دي طريقه سهله جدا. ليه انا اخترت الطريقه دي يا بنات للتقفيل؟ عشان تبقى متينه. انا عايزه التقفيل متين، الركبه هيبقى عليها ضغط كبير جدا، انا عايزاها متينه بالشكل ده. هبتدي اخد كله واتنين لوب قصاده واخلص بالشكل ده كده. شايفين؟ هخلص السطر كله وارجع لكم تاني نشوف هنكمل ازاي. رجعت لكم حبايبي وانا بقفل اخر غرزه بالشكل ده اهو. نجيب الدله كده، هقفل واروح واخده غرزه وقصه بالمقص
ايه اشد الخيط. طبعا انا هشطب، اربط دول الاول في بعض كويس جدا، وبعد كده هشطبهم في الظهر. تمام. هقلب بقى الركبه على الوش بالمنظر ده. بصوا مش هتعرفوا اساسا مكان التقفيل فين اهو. ده شكل الركبه. بعمل ايه يا حبايبي بعد كده؟ هبدا اعمل الشريط زي ده كده. الشريط ده بعمله ازاي؟ هعمله بمنتهى السهوله. هشطب الخيوط دي وهرجع لكم حالا. حبايبي انا دلوقتي خلصت خالص وقفلت الخيوط. تعالوا كده نشوف هنعمل الرباط اللي احنا بنربط بيه ازاي. اول حاجه بعمل غرزه البدايه، وبعدين بعمل 1 2 3 4. هاخد لفه وانزل في الغرزه الرابعه مره، واطلع من 2 واخلي 2 على الابره. كمان مره هاخد لفه وانزل في الغرزه، نفس الغرزه هنزل فيها نفس السلسله، هاخد لفتين وارجع. ادي تاني مره، وادي التالته، وادي الرابعه. عملتها كام؟ 4 مرات. تمام. وبعدين هاخد غرزه واطلع منهم كلهم مره واحده بالشكل ده. هيديني زي غرزه البف كده. خلاص. هبدا بقى اعمل سلاسل فوقيها. هعمل كام عشان السلاسل تبقى مرتاحه يا بنات؟ هعمل 100 سلسله. 100 سلسله. هكمل. هكمل وهرجع لكم تاني. حبايبي انا رجعت لكم تاني بعد ما خلصت ال100 سلسله زي ما احنا شايفين كده اهو. بعمل ايه؟ بقيس مسافه 60 سم من الخيط، 60 سم او 70 سم من الخيط، وهقص. ركزوا معايا في الحته دي. وبعدين هعمل ايه؟ هقفل الشغل خالص. يبقى انا معايا دلوقتي 100 سلسله، ومعايا ايه؟ ومعايا الخيط. هلضم الخيط في ابره التشطيب. عايزاكم بقى تركزوا معايا. ليه انا بعمل كده؟ عشان اعرف ادككها في الركبه. اوسع بس الكادر كده. بصوا حبايبي، هاخد اي ناحيه، اي ناحيه اعتبرها الجزء الفوقاني اللي هو بتاع الفخذ، اللي هو الجزء ده كده، اللي زي ده. من الناحيه بتاعه البومبي بتاع الركبه هبدا هنا كده في النص بالظبط. هخش ادكك مع اول سطر او تاني سطر، انت وراحتك بقى. بدكك عادي خالص. بصوا كده بالابره، وهعدي هتلاقي ايه؟ الجزء بتاع السلسله عدى معاكي تمام زي الفل. هكمل، هفضل شغاله بالمنظر ده. اخد 2 2 واحده واحده زي ما انا عايزه. التضييق والتوسيع دي حاجه اللي ترجع لك. اهو انا بدكك عادي، ما اعملش اي حاجه، والغرز هتعدي معاكي زي الفل اهو. السلسله بتمشي معاكي وبتتدكك. انما لو انا قفلت بغرزه الفشاره دي مش هعرف اعديها ولا اعرف ادككها. تمام اهو، لغايه ما اوصل للجزء اللي قدام بالشكل ده. بالشكل ده ابقى الاتنين كده قصاد بعض. خلاص اهو. بقيت الجزء القداماني للشريط طالع من ايه؟ من الجزء اللي قدام الركبه. هسويه كده، وهشيل الابره بتاعتي، وهرجع تاني بابره الكروشيه. هرجع تاني بايه؟ بابره الكروشيه. هعمل ايه؟ هخش في اخر سلسله. هخش في اخر سلسله بالشكل ده، اكني بكمل شغل عادي. خلاص هقرب لكم تاني اهو. هبتدي اعمل نفس الغرزه دي، هعمل نفس اللي عملته في الناحيه التانيه. هاخد لفه على الابره، هسيب 3 غرز وهنزل في الرابعه.
هاخد لفه واطلع من 2 وخلي 2 معايا على الابره كمان مره. ادي التالتة وادي الرابعه، مش انا عملت المره اللي فاتت 4، نفس القصه كاني عملت 4 وهقفل، وبعدين بغرزه كمان شت. هعمل البومبي بتاعها، هبدأ اشطب دول، هشطبهم في الظهر وارجع لكم تاني. رجعت لكم حبايبي بعد ما شطبت الجزء اللي تحت، الفتل اللي تحت، هربط تمام. ادي الاتنين الركب بتوعي اهو. طبعا دي لسه ما اتلبستش خالص، طبعا دي انا جربتها اهو. استنى اوسع لكم الكادر كمان اهو، شكلهم حلو جدا اهو تمام. طيب هل انا لازم اعمل الرباط ده؟ لا، ممكن استبدل الرباط ده بالاستك. شايفين الاستك الرفيع ده؟ استك مبطط بس رفيع جدا جدا، تقريبا مقاس نص سنتي، نص سنتي بالظبط، ده عرض نص سنتي. حضرتك ممكن تدككيه هنا بدل الرباط لو الرباط ممكن يضايقك. خلاص، يعني ممكن تجيبي لفه استك كده لشغلك. خلاص، تعالوا المرحله المهمه ان احنا نوزن. تعالوا كده نوزن نشوف الركب الاتنين خدوا معانا قد ايه بالظبط، كام جرام. نركز كده بالراحه. بالظبط 103 جرام. هقرب لكم كده الرقم يا رب يكون واضح. 103 جرام الاتنين، الركبتين خدوا 103 جرام. هرجع كده تاني عشان هنعمل حاجة تانية مهمة. يبقى دلوقتي خلصنا الركبة بتاعتي اللي هي الركبة الأولى. وتاني يا جماعة هفكركم تاني لو سمحتم ما تشتغلوش، اشتغلوا عينة على أي خيط عندكم يمشي على إبرة 3.5 وجربوها، عشان هعمل لكم واحدة تانية مختلفة وأعتقد إنها هتبقى مريحة أكتر من الباترون ده كمان. تعالوا بقى حبايبي اقول لكم ازاي نعرف نزود المقاس من المقاس اللي احنا عملناه في الفيديو اللي هو لارج اكس لارج نحوله ل 2 اكس لارج 3 اكس لارج. ليه انا هقول لكم المعلومه دي؟ عشان اغلب الناس اللي ركبها وجعاها بيبقى اساسا وزنها عالي، فبالتالي مقاساتها بتبقى اكبر. ومع ذلك خلي بالكم انا هقول لكم التكبير هنا، لكن زي ما قلت لكم قبل كده للمره الثالثه بعيدها لكم اهو، استنوا لما نشوفوا الفيديو الثاني. الركبه الثانيه ممكن تكون اريح في اللبس وخاصه للمقاسات الكبيره. تمام. عشان ازود هنا اعمل ايه؟ انا لو تفتكروا اشتغلنا هنا 10 سطور في البدايه، وبعد كده عملنا التزويد وعملنا 8 سطور ثبات، وبعد كده رجعنا نقصنا وبعدين عملنا 10 سطور تاني. عشان اوصل لمقاس 2 اكس لارج او 3 اكس لارج بزود في البدايه بدل هم 10 سطور اخليهم 12 سطر. التزويد زي ما هو ما بغيرش فيه حاجه. ادوار الثبات بدل ما هي 8 تبقى 10 او 12 على حسب ما انت عايزه. تمام. يبقى انا ازود هنا، ولو حابه تزودي اكتر من ورا زودي، مفيش مشاكل. الفكره كلها يا بنات ما تلعبيش ابدا في منطقه التزويد. خلاص. وبرده ما تزوديش قوي في النص هنا. اغلب تزويدك خليه في الجزء اللي ورا في ظهر الركبه اللي احنا بنبتدي منه. تمام. ده هيحول لك الركبه من مقاس اكس لارج لمقاس 2 او 3 اكس لارج. ازاي؟ بصوا كده، الركبه دي انا عاملاها بالمقاس الكبير اللي انا بكلمكم عليه. تعالوا كده نقارنها دي مع دي. طبعا يا جماعه الطول واحد، احنا ما غيرناش حاجه في الطول. بصوا هتلاقوا في فرق كبير جدا في المقاس في المسافه دي. ده المقاس اللي بيوسع لي الركبتين عن بعض. تمام. ده مقاس اكس لارج، دي دبل اكس لارج وتريبل اكس لارج. خلاص. طيب تعالوا بقى للنقطه اللي انا كلمتكم عليها. النقطه اللي انا كلمتكم عليها اللي هي منطقه التسعير او ازاي نسعر. تعالوا كده، كيلو الخيط بتاعنا يا جماعه، كيلو الخيط ب 400 جنيه، وهنحط 100 جنيه شحن، هيبقى اجمالي تكلفه الكيلو 500 جنيه. ال 500 جنيه دول يعملوا لي كيلو خيط او بيكلفوا كيلو خيط. كيلو الخيط ده يعمل لي 10 جوز. 10 جوز ايه؟ اللي هو دفايه الركبه اللي احنا عاملينها دلوقتي في الفيديو. طيب يبقى معنى كده ان نصيب الجوز عباره عن ايه؟ عباره عن 50 جنيه. قسمت ال 500 على 10. تمام. احنا لسه وزنينها دلوقتي ولقيناها بتجيب 100 جرام، وزنها 100 جرام.
50 جنيه حضرتك هتحطي عليها 200 جنيه وهتبيعيها ب 250 جنيه. ايه ده؟ طب اشمعنى المره دي ما سعرتيش زي المرات اللي فاتت؟ هقول لك حاجه بسيطه جدا لانها حاجه سهله. ايه السهل اللي فيها؟ هي بتاخد كام ساعه عمل؟ الركبتين بياخدوا من 6 ل7 ساعات. طيب حد بطيء 8 ساعات هخلص فيهم الركبتين، يعني يوم عمل واحد. لو انت واحده كسلانه يومين. يبقى انا حسبتها لو واحده بقى كسلانه، واحده متوسطه المستوى مش سريعه قوي، هتخلصهم على يومين، هتخلص كل يوم فرده. حلو. طيب يعني اليوميه بتاعتك 100 جنيه بمنتهى الاختصار اهو. تمام؟ سهله. يبقى ده الزمن اللي بتاخده، ودي التكلفه، وده سعر البيع. طب ليه انت سعرتي برضو بال 250؟ هقول لك حاجه بسيطه جدا. الركبه اللي موجوده في السوق المقابله اللي بتتباع موجوده على الفيسبوك بس معموله تريكو، الجوز فيها بيساوي سعر 370 جنيه. بصوا الفرق، يعني حضرتك اوفر من السوق ب 120 جنيه كامله. طبعا ده هيشجع الناس تاخد منك انت اكتر. وكمان حاجه تانية، الركبه التريكو وان سايز، حضرتك هتعملي هنا بالمقاس اللي يريحهم، اللي يريح الزبونه. خلاص؟ والركبه هتخلص في يوم او يومين. طيب افرضي بقى انا مشغله عندي فريق عمل وبشغل ناس معايا، عايزه اشغل جارتي، عايزه اشغل اختي، عايزه اشغل اي حد معايا، اديها كام وانا اخد كام؟ حضرتك هتاخدي 50 جنيه بتوع الخيط بتوعك اللي هم اساس الفلوس بتاعتك، وحضرتك هتاخدي كمان 50 جنيه. يبقى فاضل من ال 250 كام يا بنات؟ 150. ال 150 دول هتديهم للي بتشتغل تحت ايدك، وممكن يبقى التسعير 50 جنيه بتوع الخيط وتاخدي انت 70 جنيه ربح، اللي هو ايه؟ حضرتك اللي بتسوقي وحضرتك شاريه الخيط من فلوسك، وتديها هي 130 جنيه. خلاص؟ وخصوصا لو شاطره بالنسبه لها، لو خلصت الجوز في يوم يبقى ال 130 جنيه ده يوميه كويسه جدا بالنسبه لها. جماعه الدنيا بقت صعبه جدا جدا جدا. ده في وجهه نظري التسعير العادل من وجهه نظري انا يا بنات. ده مش قاعده، ده مجرد حاجه ارشاديه. ده الشكل اللي انا بقول لكم عليه في التسعير. طيب الركبه دي بتتغسل؟ بتتغسل. بغسلها ازاي؟ عشان دي كمان النقطه الثانيه، العنايه بالقطعه. بغسلها ازاي يا بنات؟ ما تتغسلش ابدا بميه سخنه ابدا. ليه؟ لان يا جماعه الميه السخنه بتعمل تلبيد للصوف الطبيعي، يعني ايه؟ هتلبد في بعضها، وده احنا مش عايزينه خالص، دي طبيعه الصوف. ابعد خالص عن الميه السخنه، بميه بدرجه حراره الحنفيه العاديه خالص، مع شويه شاور او شامبو صغيرين، وحضرتك او المنظف السائل بتاع الغساله سهله جدا، مش البودر، السائل. حضرتك هتمغيهم على طول كده زي بلغتنا العاديه، وحضرتك هتغسليها بسرعه وتشطفيها وتنشريها، مفيش فيها مشكله. وبلاش في الشمس، انشريها في الظل عشان الصوف يا جماعه بيتاثر بالحراره. تمام؟ الموضوع سهل جدا. وحتى لو انكمشت هترجع تاني، مش هي ما بتنكمش خالص بس هترجع تاني. انا عايزه اقول لكم الركبه دي يا جماعه، الركبه الكبيره دي انا غسلاها اوريدي. خلاص؟ غسلاها اوريدي. عايزه اقول لكم ان في ميزه كمان من الغسيل. اولا لو انكمشت بترجع تاني اول ما تلبسيها لحجمها الطبيعي. تاني حاجه مهمه في الغسيل، الغسيل بينعمها، بينعم الملمس جدا، بيخلي الملمس ده مختلف عن ده تحسيه خشن شويه وناشف. الحاجه اللي تتغسلت بصوا بتبقى انعم واطرى خالص. بس زي ما قلت لك تغسلي في درجه حراره عاديه، ما تتغسلش القطعه في درجه حراره ميه سخنه، لا. خلاص كده يا جماعه احنا غطينا كل حاجه خاصه بالركبه. وانا بصوا سامحوني يعني الفيديو مدته طويله، لكن بجد والله العظيم يستحق. انا حبيت اقول لكم كل التفاصيل، وان شاء الله لو الموضوع ده عاجبكم يعني من هنا ورايح ممكن نتكلم نوفر خامه واعمل لكم بيها مشروع، ونتكلم كل حاجه عن المشروع، طريقه عمايله، تسعيره، ولو حد شغال معاكي تديله كام، ونعتني بالقطعه ازاي، كل حاجه
هقول لكم عليها زي ما احنا عملنا المره دي. لو الموضوع ده بالنسبه لكم مفيد ومريح بالنسبه لكم بيساعدكم، يا ريت تقولوا لي في الكومنتات ضروري. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي باذن الله، اللي هنعمل فيه الركبه رقم 2. سلام عليكم.